باركولي. المحكمة حكمت بالنفقة. المحكمة حكمت بالنفقة لكل عيل من عيالي 1000 جنيه في 2026. بقالها قد ايه؟ بقالها سنة ونص حكماني، لسه لغاية دلوقتي ما خدتش منها حاجة. ليه بقى؟ عشان خاطر بيعمل استئناف، يعني بيتحايل على الدولة كده ان هم ينزلوا له شوية. هو كل عيل خد كام؟ بص، هم 3 عيال، تمام؟ بيديهم 2200 لحد النهارده، يعني انا دلوقتي اهو جايبه نفقه واحده منهم، تمام؟ طيب واتحكم لهم بكام؟ بدل ال1000، بدل ما كل واحد 733 اتحكم لكل واحد ب1000، يعني زودوهم 237 جنيه. لا كتير. 2026 بنتي الدكتورة حبيبة اللي في تانية طب أسنان، اللي بصرف عليها من تانية ابتدائي، بتاخد 733 جنيه، العروسة اللي عندها 21 سنة. طيب عايزين تعرفوا معدل الجريمة زاد ليه في مصر؟ بسبب الفلوس. الفلوس. تعالوا أقول لكم. باخد لكل عيل من الثلاثة 733، باخد 2200. تعالوا نعدهم كده: 1 2 3 4 5 6 7. دي مش تبعهم، دي 700، وادي 30، ودي زيادة برضو، وادي 31. خليني كريمة ويبقوا 733. 1 2 3 4 5 6 7 20 30 35. اقسموا ال 2200 على 3 ولاد يبقوا 733 جنيه لكل شاب وشابة معايا من ال3 ولاد. ابوهم بيقبض كام؟ بيقبض كده يجيله 40 50 الف جنيه، والدولة جابت لي منه السنة دي 1000 جنيه لكل عيل، ولحد دلوقتي ما بقبضش ال1000، بقبض القديمة اللي من 4 سنين. ما انتوا ما تعرفوش حاجة. ما هو انا لما انفصلت عنه في 2011 ساعة الثورة، كانت حبيبة لسه في تانية KG 2 ورايحة أولى ابتدائي، فكان النفقة للثلاثة 800 جنيه. فضلت على 800 جنيه 15 سنة. وبعد ال 15 سنة جبنا ما يثبت ان احنا ما كناش عارفين نجيبه، يعني بعد معاناة، لان هو بيعمل تغيير في الاوراق وبيتفق مع الشؤون القانونية والHR في شركته الكبيرة اللي شغال فيها مدير سلاح التلميذ، متفق معاهم ان هو يقول ان هو مش على قوة الشركة وشغال بعقد خاص. فالمهم ان احنا بناخد 800 جنيه 15 سنة بالاتفاق الودي. لما حبينا ندخل محاكم اثبتوا، مش عارفين نثبت 15 سنة بيقبض كام، وهو مبسوط وفرحان ان عياله بيتربوا ببلاش. تمام. 3 عيال ما شاء الله. مستلمة احمد اللي هو في اولى ثانوي، دلوقتي عنده 2 سنين. مستلمة حنين ثالثة علمي رياضة، كانت عندها 4 سنين. ومستلمة حبيبة او الدكتورة حبيبة اللي في تانية طب اسنان، النهارده مستلماها عندها 6 سنين، داخلة KG 1، داخلة اولى ابتدائي، يعني معدية KG 1 و 2. ال 733 دول نفقت النهارده لكل طفل من اطفاله. تمام. جت بنتي من كام يوم بتقول لي: ماما عمال يروح على الفيسبوك ويكتب هنا وهنا، انا بدفع نفقه. طيب عايزين تعرفوا معدل الجريمه؟ في 5 دقايق اقول لكم معدل الجريمه زاد ازاي. واخواتي اللي هم مطلقين اشباه الرجال، اسمعوا الكلمتين دول في 5 دقايق، يمكن نصلح علاقة 5 أسر، أو نلحق 5 أسر من الانتحار، أو علاقتك تتصلح مع عيالك في 5. أنا راضية ب5، مش عايزة أكتر. النهاردة لما أنا بنتي تبقى في تانية طب وأقول لها: اتفضلي اللي أبوكي بعتهولك أهو، أنا أعطيها بالزيادة، خدي يا حبيبتي، كلي واشربي واركبي مواصلات وهاتي لبس صيف ولا شتاء ولا عيد، وتعالجي لما تتعبي، وادفعي مصاريف الكليه وهاتي الادوات. من ال 733 دول جنيه قلت اشوفها هتعمل ايه. يلا نحسبها. مصاريفها بتاعت المواصلات لوحدها في الاسبوع 385.
مصروف ايديها عشان تجيب حاجه تشربها لو ريقها نشف في الشارع 150 جنيه. عروسه عندها 21 سنه عايزه تتغدى وتفطر وتتعشى في البيت، نقول بكام يعني؟ هتاكل بكام؟ لو جابت علبه جبنه وقعدت تلحس العيش هتجيب لها 5-6 رغيفه على علبه جبنه طول النهار والليل. نقول هتصرف 100 جنيه 100 جنيه في اليوم، اكلها وشربها ده في اليوم. لو نفسها هفتها على فاكهه وقالت لي عايزه اكل فاكهه، نقول مثلا هنجيب فاكهه احنا الخمسه، يعني كل واحد 20 جنيه، انا وعيالي كلهم، هي هتدفع 20 مره في الاسبوع صباع موز او برتقانايه. لو قلنا كمان ان هي لازم تدفع في الكهرباء لان هي بتستخدم كهرباء وهي بتذاكر، وبتستخدم ميه وهي بتستحمى، وبتتوضى وبتتشطف، وبتستخدم نت عشان تعرف تخش على دروسها تذاكرهم الاونلاين لان احنا بقينا فجيل الاونلاين، وبتستخدم غاز، احيانا بتقوم تسخن حاجه تاكلها، تسخن عيش مثلا او تعمل حاجه تشربها. فلو افترضنا ان هي بتدفع معايا في الفواتير مثلا، لو الفواتير كلها مثلا قلنا 1000 جنيه وده قليل، بس نقول 1000 جنيه يبقى تدفع 200 جنيه فواتير في الشهر، نصيبها يعني من ال1000 جنيه. ولو قلنا ان هي لازم تدفع في السكن لان هو راح باع شقتهم اللي كانت قيمتها قيمه فرخه، ايجار قديم ما هنش عليه يسيبه لابنه، فساب الشقه وخد فلوس فيها. الكلام ده من زمان، من 2012 2013. اذا انا النهارده لما اجي ادفع 4000-5000 جنيه ايجار، وده اقل ايجار موجود يعني حاليا، يعني يعتبر الشعبيات، يبقى هي نصيبها في الايجار 1000. لا، انا هعمل لها تخفيض، هحسبهم لها 750 جنيه. حبيبه مكلفه 385 و150 250، نقول كده 400، دي 650 دي كده 850. حبيبه عايزه 1500 جنيه تاكل وتشرب جبنه طول الشهر وتركب مواصلاتها، ولسه ما جابتش لبسها ولا مصاريفها، ولا جابت الكتب ولا الادوات، ولا اتعالجت، ولا دفعت معايا في لمبه اتحرقت، ولا دفعت معايا في درج اتكسر، ولا في طبق بناكل فيه باظ اتحرق. انا عطيتها الفلوس دي قلت لها خدي ابوكي بيدفع لك دول. قالت لي ربنا يخليكي ليا وما يحرمنيش منك. طب دول بيساووا كام بقى بالعملات التانية؟ عشان انا عارفه اخواتي يعني دول 735 ولا 33 كام بالدولار؟ 15 دولار. 15 دولار لكل عيل، 15 دولار لكل عيل، 30 يوم في الشهر. ال 15 دولار لا مش اكله، مش طبخه، مش يوم، مش فسحه، لا ده 15 دولار تعيش منهم حياتها كلها، وهي عروسه 21 سنه، كل تانية كليه طب. تمام. ابني النهارده لما يجي يقول لي ماما انا رايح افطر، ابني اللي في اولى ثانوي راجل بقى 17 سنه، قلت له خد ابوك باعت لك دول. قال لي طب انا هروح اعمل اي حاجه اكلها. دخل المطبخ، الله يصلي على النبي، يا رب يجعلني انا جوع وهو يشبع العمر كله. عمل 3 رغيفين 3 وقلب الطين. النهارده الفطار للعيل وصل ل 30-40 جنيه، لو عيل هيقعد يفطر لوحده. يا ظلمه يا ظلمه. بس انا ربنا طبطب عليا وعطاني رزق، حب عيالي ليا رزق. اي حد بيطبطب عليا وبيقول لي انا في ظهرك في سنه رزق، حد وقف لي في الشارع وصلني مجانا لظروفي او يعني مجامله منه، ده رزق. النوم وادخل الحمام لوحدي من غير ما احتاج حد ولا اروح اغسل كلى، ده رزق. استثمر وقتي في ولادي مش في حاجه تانية، لا جواز جديد ولا ان انا اسافر واروح اعمل براند او كيان واستثمره في عيالي، ده رزق. عيالي يصحوا من النوم يعني بصحه كويسه ومفيش حد فيهم بيجريني وراه في المستشفى، ده رزق.